بموجز الاخبار. بيراميدز يفوز على الاتحاد الليبي بهدف لجون انطوي، وتعادل سلبي بين المقاولون والنجم الساحلي في كأس الكونفدرالية الافريقية. في الدوري العام انبي يتعادل بصعوبة مع غزل المحلة 1-1، ومصر المقصة يزيد من جراح طلائع الجيش ويحقق اول فوز 2-1. اللجنة الثلاثية باتحاد كرة القدم المصري تقرر فتح باب القيد من 1 يناير 2021 وإضافة 5 لاعبين لكل نادي في قائمة الفريق وفتح باب الإعارات. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بيكرم اللجنة الخماسية برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني تقديرا لدورهم في إدارة اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية. حضر الكابتن محمد فضل ودكتور أحمد عبد الله. أخيرا يوم بلا كورونا، سلبية المسحة الطبية اللي أجرتها بعثة الأهلي في النيجر استعدادا لمواجهة سنوديب غدا، وألف سلامة على ناصر ماهر أجرى جراحة الكتف اليوم. في مفاجأة أسعدت جماهير النادي الأهلي، الأهلي تلقى خطابا من مؤسسة جلوب سكر في دبي عشان يستلموا جائزة نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط بعد صراع دامي بين الأهلي وريال مدريد حول نادي القرن في العالم. ريال مدريد فاز بالمركز الأول والأهلي بالمركز الثاني. يبدو أن سيرينو أصبح قريبا جدا من النادي الأهلي، غاب عن فوز فريقه سان داونز خارج ملعبه أمام جوانج جالاكسي 2-0، وكده أعتقد الأمور بتتضح تماما أن سيرينو أصبح على أعتاب النادي الأهلي. بعد أن ضربت لاعبي الأهلي الكورونا تضرب في لاعبي الزمالك، طارق حامد ومحمود علاء من اللاعبين وإبراهيم زارع إداري الفريق ومحمد الشتاوي عضو بالجهاز الطبي. ألف سلامة على الجميع يا رب. ورحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك السابق المحترم ينفي ما تردد عن إسناد أي أعمال مقاولات لشركاته، بيرفض اتهاماته في التوريط او توريطه في ازمه تاجير محلات سور النادي. هو ساعد النادي بقدر الامكان اذا كان هو او ابوه، يعني الكابتن ابو رجيله من العلامات ورحاب ابو رجيله من الشخصيات المحترمه جدا. اول اقاله في الدوري الممتاز كانت من نصيب ريكاردو البرازيلي مدرب النادي الاسماعيلي، وكابتن طلعت يوسف وتحدي جديد مديرا فنيا سيقود من خلف الأسوار مباراة البنك الأهلي، لكن معاونه محمد وهبة هو اللي هيدير هذا اللقاء. ده الموجز أعزائي المشاهدين. خلينا نروح على تقرير خاص بديتريش فايسا المدير الفني السابق للنادي الأهلي ولمنتخبنا الوطني. فايسا كان من المدربين العظماء. نشوف هذا التقرير وعندي تفاصيل كتيرة وعندنا مكالمات هامة جدا النهاردة. كل الأسرار والكواليس فقط هتلاقوها هنا في ملعب اون تايم.